قال المجال لأبو إسرى نفد صبره من بعض الأعلام مقبحة وماشناها. ما شهر يمضي وما جاتنا ميت نثره، الجهل هاد القيم ذي قد ورثناها. سمعتنا علام جت في موجز النشره، الله لا سامح الغلطة ولا براها. بعض المواقف تقع له للقيام عبره، والمؤمن المتقي ما عاد ينساها. وإليكم هذه الشيلة من قبائل خولان عامة وآل مجلي خاصة، كتب كلمتها الشاعر أبو إسراء عبد الغني مجلي، وهي شرح للموقف الذي حصل في شارع خولان والذي وقع بطريقة الاشتباه رحمة الله تغشاهم وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما يعزي بها أهل ريمة عامة وآل الضبيبي خاصة. أداء الشاعر أبو تركي التنني. يالله أنا أدعيك قبل الفجر بالغدره، يا خالق النفس يا كاتب مناياها. أدعيك سهل طريق الحج والعمره، وطف على كعبتك وارتاح بأجواها. واستغفر الله من قبل ادخل الحفره، من أجل يغفر ذنوبي قد أحصاها. والبدع صليت له ذي طيب لذكره، شفيع الأقوام ذي زادت خطاياها. وزرتها خليل الله لا قبره، والعنصرية لشرع الله قد أنهاها. قال المجال لأبو إسرى نفد صبره، من بعض الأعلام مقبحة وماشناها. وشهر يمضي وما جاتنا ميت نثره، الجهل هاد القيم ذي قد ورثناها. سمعتنا أعلام جت في موجز نشره، الله لا سامح الغلطة ولا براها. بعض المواقف تقع له للقيام عبره، والمؤمن المتقي ما عاد ينساها. موقف غلط بالسلاح ذي يكثر الهدره، وكل نفس وقدرها عند مولاها. لو كان ليجه درد إنسان من قبره، رجعه للغلط ذي قد غلطناها. والاحتشاد في المحاكم مثل ما الجمره، أهل البيانات والفوضى رصدناها. الموت لأهل الغابة والجمع والزرة، تحذيرنا للعقل لا بد نتناها. هذه مقادير قد ربي نزل أمره، يا رب لطفك من حاجة وصلناها. أبعث تعازير في قلبي ميت حسره، لا للضبايبي لا ريمة بعثناها. احنا مثلكم عليها بننزل العبره، احزاننا لاجلهم وقد حزناها. شبه لربعي على انه من الخبره، متحمل الدم الذي قد قصدناها. من قدره للمروه يرتفع قدره، المعذرة في الجريمة ذي فعلناها. ما شافوا
وفقنا أمانة ما عملناها. ربي الأرباب لك فيما حصل نظره، قري للأسباب قبل العبد يقراها. أقسمت